يتكلم. صار يعرف ايش؟ يتكلم. حطه على القفص. ايش؟ حطه على القفص. حطه. اوه في اشي دخل الرجل. السلام عليكم. طبعا يا اخوان اللي فترة قاطع معاكم، مش عارف اذا سامعين على صوتي، فصوتي شوية هيك تعبان، وحتى الاولاد تعبانين، طالعين من دور عيا وبرد وتعب، وعمال لسه بنخلص يعني. ابعد اشوف يا ادم، ابعد اشوف. كانت المزرعة كلها متسخة وقرف، الله يعزكم. كله هذا نظفناه انا والولاد، عمال بخلص لسه الوسخ، وبعدتهم يتحمموا. والجو كان اليوم كيف يا ادم؟ نار وشوية ببرد. نار نار نار. واحنا نزل. واحنا زي حجبك مرشحين لسه بنشيلك. مرشحين ومفلوزين ورشح دور عيا. حجبك يسر تشحت شواكل. حسوا انا دجاجة مش كوكتيل. يا تاكل. تعال كوكي هالقفص حبيبي، تعال كوكي. بده يروح غاد. تمام يا اخوان. بعذر على انقطاع الفترة اللي فاتت، انشغالي في العمل الجديد. ناخذ في الدار بعدين. بابا من عنه بدنا نشوف شو بده يسوي. بده يجرب. يلا حطها جوا جدع. تمام. بعد انقطاع من اللي هو الفيديوهات وهيك، بسبب اللي هو العمل الجديد تبعي، نفس العمل تبعي ولكن غيرت المنطقة بسبب انه في المنطقة تبعتي اللي كنت اشتغل فيها قبل فيها اعمال بناء توسعات في الشارع، ففي توسعات في الشارع، فاخذوا مكاني مطرح ما انا ببيع اللي هو عربية الكبدة. فحاليا رحت على منطقة ثانية، وتوقيت اللي هو يعني اطلع على الشغل اختلف، ولما بروح الساعة تقريبا 1 أو 2 في الليل. فكل هذا يعني سوى انه انا مش عارف اعمل روتين. روتين اللي هو تصوير، وروتين اللي تنظيف، روتين اهتمام الطيور، وتنزيل الفيديوهات، والمونتاج والاشياء هذه. فكل هذه يا اخوان يعني بده وقت، وكمان علاوة على هذا انه شغلي. فان شاء الله الفترة الجاية اقلم اوضاعي، ويصير اللي هو عندي وقت كافي، واعمل زي برنامج انه انا اقدر انه اصور الكو وانزل الكو بنفس الوقت شغلي. بابا تتنفسش في وجهه، بابا تنفسش في وجهه حبيبي يابا. روح شطف مناخيرك في المويه والملح. صغير بس صار. ففي حاجات كثيرة صارت في المزرعة، في كمان فقس، وفي رقد، في حاجات كثيرة، وفي علاج بدي أعالج طيور عندي الدجاج، صار معه زي صوح هعالجه. في حاجات كثيرة بدي أسويها في المزرعة، ومن ضمنها إن شاء الله حعملكم فيديوهات الفترة الجاية. بأتشكر كل شخص رن علي من منطقتي أو من حي أو من البلد اللي أنا فيها، واطمن علي إن كان في مكالمة أو رسالة على الواتس أو على الصفحة تبعتنا، صفحة يوميات مزارع فلسطيني لتربية طيور الزينة على الفيسبوك، أو على حساب الشخصي محمد أبو آدم بالإنجليش. وبتشكر كل شخص علق لي في التعليقات تحت في الفيديوهات اللي فاتت: وين انت يا ابو ادم، ليش ما بتصور، او ليش وليش. ف
بعذر والله انشغالي في اللي هو الشغل المكان الجديد والعيا اللي احنا طالعين منه. حتى اذا بتلاحظوا كمان صوتي. واليوم هيك قلت اعملكم فيديوهات ولكن ما قدرت. اليوم كان يوم اجازتي، يوم الجمعة وهيك، فنظفنا فيه الحوش كله ونظفنا البيوت كمان، فاخذ منا وقت. صراحة طلعنا بعد العصر وهي قعدتنا لسه عمال خلصنا، وكان اليوم الجو كثير شوب يوم الجمعة هذا. ف استنوا ان شاء الله فيديوهات ثانية. هاتوا يا بابا هاتوا. عبرنا عن نفسك، انت معك ولا غبي؟ تتنفسش في وجهه يا بابا، انت عيان. يلا طلع ده اعمل له اللي شو اسمك؟ ايه انا اسمي انسان. لا كوكي كوكي ادم، لا قول لي شو اسمك. شو اسمك؟ كوكي او داي. كوكي كوكي. عرف اسمه على فكرة، لما نحكي له كوكي بزعل. كوكي كوكي. انت اسمك كوكي. كوكي كوكي يا كوكي. كوكي 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 كوكي. لسه صغيرة على فكرة. لسه ما ظهر الهش الخدود الحمر. لا هو ديواتنا من فخارة. تتنفسش في وجهه. ليش بعضيك؟ ليش بعضيك؟ حط ايدك على بطنه بعضش. لا هيك قبل صارت. على بطنه. لا ما انا بدي احط بعض. شوف كيف امين بحط. هذه ضدي ايدي تحط. اي حطش نفسك في نفسه يا بابا. هيك بعمل لهم. تحطش نفسك في نفسه، انت عيان. لا خلاص سيبه دخل الدار. انا هو زهق منكم، احنا طالعين يتشمسوا ويتلعبوا بشوية وانتو ما رحمتوهوش. خلاص بدي اطلق حرام. لا سيبه خلاص سيبه. ايش ابويا؟ فالمهم يا اخوان، بقول لكم انه صار في حاجات كثيرة في المزرعة، في فقس وفي رقد. هذا نطلعهم من هنا بالضبط. فاكتبوا لنا تحت في التعليقات اللي بتوقع فقس ايش واللي بتوقع رقد ايش، يكتب لنا تحت في التعليقات. وان شاء الله نجيكم في الفيديوهات الجاية اذا تحسنا واذا لقيت يعني وسع معايا. عض انت قوي. اذا لقيت معايا وسع ولقيت معايا اللي هو رتبت الروتين تبعي وصار اللي هو وقت عندي، فان شاء الله حرجع اعمل لكم فيديوهات. طبعا توهموش في الاولاد انه هم هيك نشاطين، لو ما بس اللي شربناهم محلول مضاد حيوي، ومحلول الثاني هذا المسكن، ولا هو هذا كان مرمي وعده بعد ما يخلص مفعول المضاد او المفعول المسكن حيرجع تاني، وبرضه انت حترجع تاني. هذا ما خدش يا بابا. ما خدش؟ هذا العصفور احسن نوع، بعضش على الاخر. حقول له عض يا بطل، بس عضنا هفتخ راسه. عض ما شاء الله بيعرف يعض. ها بعرف يعض. أتمنى يا إخوان إني يعني أكون قدرت أطمنكم عني. الأسبوع اللي فات ما قدرت إنه أنا أنزل هيك، فالسبب الأول زي ما قلت لكم إنه إحنا عيانين ومعانا دور برد، والسبب الثاني إنه غيرت مكان عملي. فإن شاء الله أعملكم فيديوهات إن شاء الله وأنزلكم إياها زي أول. بس حبايبي هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه جرس الفائقة بحزين ليصلكم كل جديد.
حبايب مرجع عليكم يوم من غيب السماء أكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا إخوان. روح جيب واحدة تانية، روح بدل ما تتقاتل على واحدة. يما والله يا آدم، عيا الصيف أمر من عيا الشتاء، الأمانة. كتمة وخنقة وشوب. لا عارف، لو مرضنا في الشتاء أفضل بمليون سنة من المرض في الصيف. بس يا ولاد، يلا باي. يا 3 2 1 احكوا تكها بالعجل من البوزة والبراد والهوايات. وعديتوا بدك بوزة؟ اسمع، بدي اشتري شيبسي، بدك بوزة. روح جيب الاثنين اللي تموا، وغاد اللي تموا. روح ولا سيبهم. السلام يا اخوان. يما